الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الأفضل العبادات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الاحترام والمحترم الأول إلى مدرسنا الأستاذ، وثم الاحترام والمحترم إلى لجنة التحكيم، وبالخصوص الاحترام والمحترم إلى مجتمع اللغة العربية. طيب، إن الأمور التي نتمنى بها وبدون الشعور نستمر في ذكرها ونبحثها في أي المكان والأوقات حتى رؤيت في المنام، حتى تشتكى إليه العين وتشتكى إليه الفؤاد. إذن وفي هذه الفرصة المباركة سأبينكم بطرق التي تتوصل إلى النجاح بالموضوع الاجتهاد. أيها الإخوان في الله، قد اشتهر ألا تنال العلم إلا بشدة فمنها الاجتهاد. أتدري فما هو الاجتهاد؟ أتدري فما هو الاجتهاد؟ وليس بالمعنى الاجتهاد إذا استيقظت من نوم في ساعة 12 نهارا لإيش؟ للانتظار والنظر طالبة وهن يستعملن لباس السواد. وهل هذا المعنى الاجتهاد؟ لا، هذا ليس المعنى الاجتهاد، هذا خطأ. وليس بالمعنى الاجتهاد إذا تنم طول الليل إلى طلوع الشمس حتى فاتت صلاة الليل وصلاة الفجر وأنتم تعلمون إن الصلاة أفضل من العبادة، أفضل من النوم. وهذا المعنى كيف؟ هذا المعنى خطأ أيضا. حقا الاجتهاد كما قال الشيخ محمد علي الجرجاني في كتابه: الاجتهاد بذل المجهود في طلب المقصود بجهة الاستدلال. مثاله كالجهاد في العبادة كالصلاة والمحافظة والمراجعة. أيها الإخوان في الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة العنكبوت الآية 69: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. وقد فسر المفسرون هذه الآيات نزلت قبل الأمر بالجهاد. لماذا؟ لكونها مكية، وحينئذ فالمراد بالجهاد جهاد النفس. الجهاد مخالفة بالهوى. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. لأن العلم بلا العمل جنون، لأن العمل بلا العلم لا يكون. والذي سبقنا لاستماعه بل بعضنا قد حفظناه وعلمه إلى الآخر، وهو بقدر ما نتعنى تنال ما نتمنى. على اكتسابنا في هذا اليوم سيكون معينا نجاح للغد وبعد الغد حتى أسبوع، حتى الساعة التي لا تتذكر فيها النتيجة.